مش كل الناس اللي عندهم إرادة قوية بيعرفوا يتخطوا، وبرضه مش كل الناس اللي شخصيتهم قوية بيعرفوا يتخطوا. عمرك ما تعرفي تتخطي لو انتي في نفس المكان مع نفس الأشخاص اللي سببوا لك الأذى النفسي. كل سعيك ومحاولاتك مش هتضمن لك إنها تنجح. تخيلي نفسك كده في أوضة كبيرة مليانة شوك، تقعدي هنا في شوك، تروحي هناك في شوك. حاولتي تعملي كل المستحيل، حاولتي تنضفي الشوك من ايدك ومن رجليكي ومن كل مكان جالي، معرفتيش. الحل هيكون ايه؟ مهما استخدمتي من حاجات علشان تخليكي ما تتجرحيش او تعالج الجرح بتاعك، هتفضلي تتشوكي وهتفضلي تتجرحي برضو. الحل هنا ان انتي تسيبي الأوضة دي كلها، تسيبي الأوضة بكل حاجة، ما تاخديش حاجة معاكي. انتي مش محتاجة حاجة، انتي محتاجة بس سلامك النفسي. الشوك ده هو الأذى النفسي اللي بتشوفيه، ومش أذى نفسي بس، في ناس كتير قوي بيحصل لهم أذى بدني برضو بيكون العامل فيه نفسيا. وبرضو بيتوقف أي موقف تاخديه على حسب مين هو الشخص اللي انتي مأذية منه، هل هو صديق أو أخ أو أب أو زوج، عشان كل شخص من دول ليهم طريقة تعرفي تخلصي من أذاه بيها. كل شخص ليه طريقة تواجهي بيها، كل شخص ليه مداخله اللي تعرفي تتكلمي معاه وتتفاوضي معاه علشان الأذى ما يوصلكيش أو ما يجيلكيش أذى تاني من خلاله. وللأسف احنا في عبارات بنقولها كتير ومقتنعين بيها وبنرددها بتكون هي سبب الأذى. معلش ده ما كانش يقصد، معلش ده غصب عنه، معلش ده عليه ضغوطات فاضطر ان هو يأذيني. مفيش اي حاجة في الدنيا تبرر لأي حد ان هو يأذي شخص الشخص ده ما يعرفش يدافع عن نفسه او يعرف ياخد موقف، لاننا لو كنا عارفين ناخد موقف من الاول ما كانش الاذى ده اتكرر. انتي الوحيدة المتحكمة في حياتك، وانتي الوحيدة اللي تقدري تنقذي نفسك من اي حاجة واي وضع واي شخص بيحاول يأذيكي، سواء بقصد او زي ما انتي فاكرة من غير قصد. بس عشان اقولك مفيش حد بيأذي حد اذى متكرر بيكون من غير قصد. احنا عارفين الناس اللي معانا ايه اللي بيضايقهم وايه اللي بيفرحهم وايه اللي نقدر نساعدهم بيه، ومع ذلك بنكرر اذانا. يبقى احنا ما بنحبهمش، يبقى هم مش غاليين علينا. حاولوا تنقوا دايرة العلاقات اللي حواليكوا، احنا مش دايما اقوياء، هيجي علينا وقت ونكون ضعاف قوي اكتر ما نتخيل، وهنحتاج ناس جنبنا تطبطب علينا وتحتوينا وتخلي بالها مننا وتحاول ترضينا. ما تتصوروش المرضية دي بتعمل ايه في البني ادم. الشخص اللي بيرضينا دايما بيكون على قائمة اولوياتنا واعلى اهتمام لينا ان احنا نرضيه زي ما هو بيرضينا. اياكم ان انتوا تتساهلوا او ان انتوا تشوفوا ان الشخص اللي بينايمنا واحنا زعلانين ده حد عادي. والله ما كان عادي ابدا. اللي بينايمك وانت زعلان هو اللي يقدر يستغنى عنك، هو اللي يقدر يسيبك ويمشي، هو اللي يقدر يسيبك وانت تعبان ومحتاج له وما يقولكش معلش ولا حتى يكون جنبك.